وانا عندي 14 سنه كنت باخد راتب اكبر من اللي انت بتاخده دلوقتي. طبعا عشان الاثباتات، عشان يعني المشككين، ما نيجي نفتح السي في الجميل ده نلاقي التاريخ فوق 2013. كنت بشتغل في حاجه في الديزاينز، بعمل ديزاينز للويب سايتس، وده السي في بتاعي في 2013. مؤمن اهو. المهم، وقتها انا كنت شغال في شركتين، وكنت باخد هنا 6000 ريال وباخد هنا 5000 ريال، 11000 ريال. ازاي طفل عنده 14 سنه ياخد فلوس اكتر منك؟ في مهاره لو انت اتعلمتها تكسب فلوس بالعبيط، هي انك تتعلم. فلسفه بقى، يلا فلسفه. طريقتك في ان انت تتعلم اي مهاره جديده تفرقك عن اي واحد تاني. باكد لك انك ممكن تتعلم اي حاجه في وقتنا ده، تتعلم اي مهاره في شهر شهرين وتشتغل بيها، بس لو بتعرف ازاي تتعلم. انا حاسس ان انا مش عارف حبيتكم من كتر كومنتاتكم السلبيه على اول فيديو، فشايف ان ممكن نخلي الموضوع عملي. فانتوا اكتبوا انت محتاج تتعلم ايه، ليه عايز ابقى ايا كان عشان كذا، وانا هشوف اكتر كومنت مثلا معمول عليه لايكس وهعمل فيديو. لو انا عايز اتعلم المهاره دي اتعلمها ازاي، اعرف هي فيها شغل ولا لا ازاي، اعرف رواتبها كام ازاي، اعرف الناس محتاجاها ولا لا، اعرف لما اتعلم هشتغل ازاي، اعرف انا هتعلم في قد ايه.